يا مساء الفل والجمال، أهلًا وسهلًا بيكم، معاكم نهلة فؤاد وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. فاكرين الموظفة اللي قالت مش غنية بس مرتاحة؟ النهارده هنكمل الحكاية وهنجاوب على سؤال مهم جدًا، يعني إيه دخل جانبي؟ وإزاي يبدأ من غير ما يدمرك؟ بعد ما بدأت أظبط مصاريفي وأفهم فلوسي رايحة فين، سؤال واحد فضل في دماغي: هو المرتب ده آخره إيه؟ أشتغل أكتر ولا أستنى زيادة ولا أفضل أعد الأيام لآخر الشهر؟ المرتب بيكفي المعيشة بس نادرا لما بيبني أمان. أول ما سمعت عن دخل جانبي جالي خوف تلقائي: ده شغل زيادة، ده تعب أكتر، ده محتاج فلوس، ده مشروع كبير. وكنت فاكرة إن الدخل الجانبي يا إما مشروع بملايين يا إما شغل يهد الحيل. الفكرة دي غلط وغلط قوي. خلينا أكون واضحة، الدخل الجانبي مش شغلانة تانية ولا ضغط ولا مخاطرة. الدخل الجانبي هو مصدر فلوس غير مرتبك الأساسي، بيطلع من مهارة أو من وقت فاضي أو حتى عندك أصلا وانت مش واخد بالك منه ومن غير ما تسيب شغلك. طب يعني إيه الكلام ده؟ تعال أقولك، يعني ممكن يكون شغل أونلاين ساعتين في الأسبوع، أو خدمة بسيطة بتقدمها، أو مهارة عندك وانت مش واخد بالك منها، تنظيم أو مساعدة ناس محتاجاها. ولا رأس مال ولا علاقات ولا شغل 24 ساعة. الدخل الجانبي بيبدأ صغير بس بيكبر بالاستمرار. الهدف من الدخل الجانبي مش إنك تبقى غني ولا تعيش مرعوب، الهدف إن يبقى عندك اختيار وسند وصوت جواك بيقولك أنا مش محبوس في مرتب واحد. الدخل الجانبي بيزود الأمان قبل ما بيزود الفلوس. في يوم عادي جدا بعد الشغل قررت أبدأ حاجة صغيرة، ساعتين بس، من غير وعود ومن غير ضغط. أول دخل جانبي مش بيغير حياتك، ده بيغير تفكيرك. أول مرة دخل مبلغ غير المرتب كان بسيط بس إحساسه كان مختلف. مش الرقم اللي فرق، الفكرة اللي فرقت. أنا أقدر أجيب فلوس من غير ما استنى آخر الشهر. من اللحظة دي المرتب بقى دعم مش مصدر وحيد. القلق قل والاختيارات زادت والثقة في نفسي كبرت. الدخل الجانبي مش رفاهية، ده أمان. أول دخل جانبي لموظف مش مشروع ولا مغامرة، هو وعي ومهارة واستمرارية، ومن غير ما تسيب شغلك ولا تحرق نفسك. في الحلقة اللي جاية هقولك عن أنسب أنواع الدخل الجانبي لموظف شغال 8 ساعات ومن البيت وبإمكانيات بسيطة جدا. أنا نهلة فؤاد ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكوا الحلقة الجاية.